النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البكاكين او الكماك. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل بقى نشوف المقادير والطريقه. معايا هنا كيلو دقيق، خدت عليه معلقه صغيره من الملح، معلقه من البيكنج باودر، معلقتين من السكر، ومعلقه من الخميره، خميره معلقه كبيره طبعا، وخدت كيس فانيليا هيدي للبكاكين كده ريحه معاكي حلوه قوي. وهاخد كمان ربع معلقه صغيره من الكركم، يعني دي ربع معلقه صغيره من اللي هي معلقه البهارات، هتديله لون اصفر كده وحلو. هنا بقى خدت نص كوبايه زيت على سمنه، ما تحطيش زيت لوحده عشان ما ينشفهاش، خدت زيت على سمنه. وهنا معايا كوبايه ونص من اللبن الرايب. طبعا لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي كوبايه من الزبادي او تحطي لبن طبيعي، مفيش لبن عادي يعني ما يكونش رايب، مفيش اي مشكله، انا ما تقفيش على حاجه معينه. علبه زبادي حطيها، لبن باقي عندك وراب في التلاجة حطيه، لبن حليب حطيه. عايزه تعمليها برضو بميه برضو مفيش اي مشكله. خلاص كده هفضل اعجن فيها كويس لحد ما العجينه بدات تلم زي ما انتم شايفين. هاخد كمان كده حوالي ربع كوبايه من الميه، وهسيبها لحد ما تتعجن كده كويس. شايفين ما شاء الله العجينه لمت معانا، ما شاء الله العجينه كانت ناعمه جدا وطريه، يعني ما خدتش غير نص كوبايه السمنه على الزيت وكوبايه ونص من الحليب وربع كوبايه من الميه. شايفين طريه ازاي؟ واحنا عايزينها بالقوام ده بقى نغطي عليها بكيس كده من اكياس التلاجة وهنسيبها لحد ما تختمر، هتقعد معانا حوالي ساعه كده لحد ما تختمر. هنا شايفين العجينه ما شاء الله كانت اختمرت معايا، هبدا بقى اقطعها قطع صغيره. يعني الحجم اللي انت عايزاه، انا حابه ان انا اقطعها كده تكون قطع صغيره، ما يكونش الكومات كبير قوي. شايفين ما شاء الله القطعه يعني ايه وسط كده، ما تخليهاش صغيره قوي ولا كبيره قوي، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا عيش جميل جدا هينفع معاكي زي ما قلنا في الفطار او في السحور. هنعمله اتعمل بطريقه سهله، مش هياخد معاكي كله نص ساعه، نص ساعه وتكوني مخلصاه. وقت بس التخمير اللي احنا بنسيبه يخمر اللي هي الوقت الساعة، لكن كل شغلك في العيش هياخد معاك ان شاء الله نص ساعة بس. سهلي الدنيا على نفسك كده، ما تخليش حاجة صعبة، يعني كل ما بتبسطي الحاجة بتطلع معاكي سهلة وجميلة وما بتاخدش معاكي وقت. طبعا لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان كل فيديو جديد ينزل يوصلك. شايفين الحجم بتاعه؟ خلاص قطعت الكمية بالشكل ده وغطيته برده بكيس من اكياس التلاجة او اي كيس نضيف عندك غطي بيه. بعد كده جبت صينيه وهفرش عليها بقى فوطه نضيفه، اي حاجه بتستخدمها للعيش عندك هفرشها كده على الصينيه زي ما انتم شايفين، وهبدا افرده كده بشكل طولي، ممكن تعمليه مدور تعمليه بشكل طولي. برضو دي حاجه ترجع لك انت. هنعمله بالشكل ده كده. خلاص الحجم ده كويس قوي، وهبدا بقى حطيت رشه دقيق بسيطه كده عشان ما يلزقش، وهبدا بقى اعمله كله بنفس الطريقه. طبعا لو عاوزه تعملي كميه اكتر من الكيلو هتعمليها وتشيليه في اكياس، تحطيه في الفريزر وتطلعيه قبلها بشويه هيفك معاكي برضو وهيكون جميل جدا. بس الافضل يعني ان احنا في رمضان بنحب نعمل العيش بتاع السحور طازه. ممكن برضو تعملي نص الكميه بس اللي هو نص كيلو دقيق. لو حاسه ان الكيلو كتير عليك ممكن تعملي نص كيلو دقيق. حاسه ان انت عايزه تعملي كميه مره واحده 2 كيلو وتفرزيهم وتطلعي منهم، عشان مش كل يوم تعملي، برضو دي حاجه بترجع لك انتي. خلاص هفرده كله كده بنفس الطريقه. طبعا هخلص اول طبقه على الصينيه وبرضه هنفرد فوطه نظيفه او اي حاجه نظيفه بتستخدميها وتحط الطبقه التانية، ما تحطهوش فوق بعضه عشان ما يلزقش. هتيجي تشيليها يكون لازق كده لو حطيت الطبقات كلها فوق بعضها. او ممكن تحطي كيس بين كل طبقه وطبقه، لو عندك اكياس نظيفه هتحطي كيس بين كل طبقه وطبقه برضه مش هيمسك معاكي. شايفين مجرد ما قطعناه ارتاح معانا وبيتفرد بكل سهوله، يعني مش بياخد وقت في الفرد. خلاص شايفين انا فردته زي ما قلت لكم بالشكل ده. هفرد بقى كمان فوطه او اي حاجه تانية واحط الطبقه التانية واغطي عليه بقى واسيبه يرتاح كمان نص ساعه، وبعد كده هندخله الفرن. بتدخلي الصينيه طبعا تسخن الاول في الفرن وبعد كده بتدخليه. شايفين ما شاء الله بينتفخ معاكي. ممكن تعمليه برده في فرن البوتاجاز، لو حابه انك تعمليه في فرن البوتاجاز هتولعي الفرن والشوايه الاتنين مع بعض. لكن شايفين ما شاء الله شكله طالع عامل ازاي. هنا بقى الكهرباء كانت قطعت فالتصوير جاي غامق شويه.
شايفين دي تاني صينيه ما شاء الله، مجرد ما بتحطيه في الصينيه عشان الصينيه بتاعتك بتكوني مسخناها بينتفخ معاكي كده بسرعه، وبيطلع كده كل طبقه لوحدها. شايفين مجرد خد اللون بتاعه على طول مجرد ما يخرج من الفرن. عفوا، رشيه كده ببخاخ ميه او حطي عليه ميه كده بسيطه هتديله لمعه. شايفين شكله عامل ازاي وبيلمع وجميل جدا. كده خلاص انا خلصت كل الكميه، وزي ما قلت لكم الكهرباء كانت قاطعه. شايفين شكله عامل ازاي ما شاء الله، كله منتفخ تحسي كده ان مفيش ولا واحده طالعه مكتومه، لا كله منفوخ زي ما انتم شايفين. شايفين قلبه من جوه عامل ازاي. ما شاء الله كان تحفه جدا. دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.